مساء الخير. مشكلة جات لي من واحدة من متابعيني، يعني كانت من فترة عندها حلم حلمته واتصلت عليا وفسرت لها الحلم. كان حلم خاص بالزواج، وقلت لها بلاش الشخص ده، والشخص ده فجأة هيختفي من حياتك والكلام ده كله. المهم هي برضو يعني ايه كملت في الموضوع وكلمتني بعدها بشهر تقريبا. قالت لي ان هي كملت في الجوازة واتجوزته، واتجوزته في حضور اخوها وفي حضور شهود. اتجوزته مش رسمي قانوني، اتجوزته عرفي رسمي، وكان في شهود وفي اشهار وفي الكلام ده، وكان العقد بتاعها من نسخة واحدة. ده طبعا يعني انا مش عارفة ده هل صح اصلا ولا لا. مش دي المشكلة. المشكلة ان هو كان منفصل عن مراته، او هو قال لها كده ان هو منفصل عن مراته، وبعد ما اتجوزها وقعد معاها 13 يوم فجأة صحت من النوم ما لقيتهوش، اختفى تماما من حياتها، قفل موبايله، قفل كل حاجة، بعد عنها، وخلى التعامل بعد كده يكون من خلال حماته وحماه اللي هم مفروض ان هو في تليفون جاله من مراته، وان مراته كلمته. بعد ما كلمته تاني يوم هي ما لقتهوش معاها. انا مش هقول ان انت غلطتي من البدايه، او ان انت ما فكرتيش ان كتير قوي لما قلبنا بيشتغل بيبقى الحقيقه طول الوقت قدام عينينا بس احنا مش شايفينها، او بنرفض ان احنا نركز فيها، لان حصل بينك وبينه تعاملات ماديه بعد كده، وهو اخد منك فلوس وما رجعوش على حسب ما انت حكيتي والكلام ده كله. فكل الشواهد كانت بتقول ما تكمليش، زائد ان الرؤيه اللي انت ربنا رزقك بيها كانت برضه بتقولك ما تكمليش. مع ان بديهي لما ربنا بيبعت لنا رساله تحذيريه عن طريق رؤيه او حلم، لان الاحلام دي يا جماعه مش اي حاجه. ما فيش حد بيحلم حاجه لمجرد ان هي اضغاث احلام. في ناس عندهم الوضع ده وبيحلموا كل شويه طول الوقت، دي دماغهم شغاله زياده عن اللزوم، او بيلقطوا كل الاحداث اللي حواليهم. بس ربنا ما بيرزقش برؤيه الا لو كان، او بحلم الا لو كان وراه هدف. المهم مش ده موضوعنا. انا موضوعي هنا ايه حوار ان يعني ايه راجل يسيب واحده متعلقه كده ويقول لكل الناس اصل انا طلقتها، وانت لا رميت عليها يمين طلاق، ولا حتى بلغتها، ولا حتى جبت شهود على انك طلقتها، ومشيت فجأة من حياتها. طب انت اتجوزتها ليه لا تقعد معاها 13 يوم؟ ومع العلم ان انت بتقولي، او هي قالت ان هو كان مبسوط وهي مبسوطه جدا، والدنيا ما بينهم كانت عصافير والجو حلو والدنيا تمام. ازاي بتستحلوا لروحكم ان انتوا تختفوا من حياة حد بالطريقة دي وبالاسلوب دي؟ دخلتوها ليه؟ دخلت حياتها ايه اصلا؟ دخلت عشان تهدها وعشان تكسرها وعشان تتعبها؟ هي ما عملتش حاجة غلط على فكرة، بغض النظر عن في اختلاف في موضوع الجواز بالطريقة ديت، بس طالما في اشهار وفي شهود فاعتقد ان هو يعني ايه ما فيش عليه ريبة. اللي انا عايزة اقوله ازاي بتستحلوا ده؟ الست ما غلطتش لما طلبت الحلال، الست ما غلطتش لما كانت عايزه تعفي نفسها، الست ما غلطتش لما طلبت انها تتجوز قدام الناس كلها حتى لو ظروفها ما كانتش سامحه او ايا كان اللي كان مانعها. هو لازم يبقى في قيود وفي ورق وفي مش وصولات امانه وفي مطالب جامده وفي هو ليه لما في حد بيرخص الحلال انتوا بتسترخصوه؟ هو ما ينفعش ان في حد عايز يتجوز لمجرد ان هو يعف نفسه ويعيش مرتاح ويعيش مبسوط لمجرد الحب او الألفة او السكن، مش عشان اي حاجة تانية. بس دلوقتي المهم ان هو يرمي عليك يمين الطلاق، سواء هيبعتهولك فويس او يجيب ناس تشهد على ده، لانه طبعا يعني هو بني ادم معدوم الضمير. مش عايزه اقولك ان هو الغلط كان من البدايه، ما كانش ينفع يبقى فيه تعاملات ماديه وفي جواز، وخاصه في حاجه حصل في التعاملات الماديه ما بينكم بدون الدخول في تفاصيل. ولكن الموضوع لازم ينتهي على الأقل، هو ما بدأش بشكل لائق، أو يعني مش بالطريقة اللي كانت المفروض إن هي تحصل. على الأقل يعني صوني كرامتك، إن هو لازم ينتهي بشكل لائق، لازم إن هو يرمي عليك يمين الطلاق، وإن هو وإنتي تبريه بقى، أو أيا كان تبري ذمته قدام ربنا، الله يسهله باللي هو عمله ده. وخد بالك إن مهما عملت انت عندك زوجة، عندك اولاد، عندك اخوات، زي ما بترمي بنات الناس هيحصل معاك اللي انت بتعمله. فاتقوا الله في انفسكم وفي غيركم.